النهاردة أنا هعمل وصفة سهلة وسريعة تتعمل في دقايق. هعمل مكرونة بصدور الفراخ. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. هروح على البوتاجاز، هسلق المكرونة. المية غليت، هنزل بمعلقة ملح. هضيف المكرونة، ده نوع المكرونة اللي أنا استخدمته. هحضر الفراخ. معايا صدور فراخ أنا مقطعاها مكعبات صغيرة، هتبلها. نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، معلقة عصير ليمون. هتبل الفراخ. هروح على البوتاجاز في طاسة، هنزل بزيت زيتون. الزيت يسخن، هنزل بجزء من الفراخ على درجة حرارة متوسطة. هقلب في الفراخ لحد ما تاخد اللون اللي انا عاوزاه. كده الفراخ اخدت اللون اللي انا عاوزاه، اللون حلو خالص. هطلعها. هنزل بباقي كمية الفراخ، هوزعها في الطاسة. تاخد نفس اللون، هطلعها. في نفس الطاسة انا هنزل ببصلة مفرومة. هضيف التوابل، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا. البصلة تطلع ريحتها. هنزل بصلصة المكرونة، ده النوع اللي انا استخدمته. هضيف مية من سلق المكرونة. هغطيها تغلي. وصفة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت. هنزل بالفراخ على الصلصة، هغطيها. تغلي شوية علشان الفراخ تشرب من الصوص بتاع المكرونة. وصفة سهلة وسريعة، لو راجعة من الشغل تقدر تحضريها في دقايق. وصفة تنفع في غدا، تنفع في عشاء، ما بتاخدش وقت، وكله في طاسة واحدة. ما تغسليش مواعين كتير. كده هضيف شوية مية من سلق المكرونة. المكرونة اتسلقت، انا هصفيها. هنزل بالمكرونة على الصلصة والفراخ. هخلط المكرونة مع الصوص. شايفة الجمال ولا أروع؟ هضيف على الوش
جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة انت حابة تستخدميه. هغطيها لمدة دقيقة واحدة لحد ما الجبنة تسيح كده. الجبنة ساحت والاكل جاهز، ما بياخدش وقت ومش متعب ومش مكلف. شايفة الجمال؟ مكرونة طعمها جميل جدا ولا اروع. شايفة الجمال؟ المكرونة من اسهل الاكلات، ولو عندك اطفال كل الاطفال بتحب المكرونة. شايفة الجمال؟ جبنة سايحة وجميلة جدا. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي كومنت. اللي ما عملش فولو اعملي فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. اشوفكم في فيديو جديد.